لو قلتلك إن في طفل في شبرا اتخطف واتباع بث تعذيبه وقتله على الدارك ويب بملايين، هتصدق؟ اسمع القصة دي للنهاية، اشترك في القناة واضغط لايك وصل على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. في شهر 4 سنة 2024 وتحديداً يوم 15 مأساة حصلت في مصر. طفل اسمه أحمد لسه في بداية عمره خرج من بيته زي أي يوم ودخل محل بلاي ستيشن، بس المرة دي مرجعش أهل المنطقة. اتقلبت دوروا في كل حتة، الكاميرات قالت إن آخر واحد ظهر معاه شخص اسمه طارق. طارق ده راجل متدين، شكله محترم، مريض سرطان، والناس كلها كانت بتساعده. بس بعد أيام في ريحة وحشة طلعت من شقته. الشرطة دخلت واللي شافوه ما يتوصفش، جثة كانت لأحمد. التحقيقات كشفت كارثة أكبر. طارق ما كانش بيقتل لوحده، كان بينفذ أوامر في شخص تاني قاصر برضه بيكلمه من بره مصر ويوجهه خطوة بخطوة علشان يسجل فيديو التعذيب ويتبايع على الدارك ويب بمبلغ وصل ل5 ملايين جنيه. الصدمة دي ما كانتش أول مرة ولا كان ناوي يوقف. طارق اتقبض عليه والقصة فتحت ملف مرعب. الدارك ويب مش عالم خيال، ده سوق للموت وضحايا أبرياء. السؤال بقى، سمعت عن الدارك ويب قبل كده؟ قول لنا في التعليقات.